خطوة هتقلل تعب الولادة القيصرية وتخليها تعدي بأمان. هل الولادة الطبيعية هي الخيار الوحيد؟ مش بالضرورة. في حالات كتير الولادة القيصرية بتكون الحل الأنسب، بس علشان تبقي مستعدة محتاجين خطة ذكية. الخطة الأولى هي خطة مسكنات مكتوبة. اتفقي مع الدكتور على جدول ثابت للمسكنات كل 6 ساعات، مش عند اللزوم. لما تبدأي المسكن بدري النتيجة بتكون أقوى وأسرع. 2. ثاني، اختاري نوع التخدير الصح. التخدير النصفي أفضل من الكلي لأنه مش بيوصل للبيبي، بيستمر في تسكين الألم 6 ساعات بعد الولادة، بيقلل الصداع بعد الولادة. 3. حقنة التاب بلوك. بعد الولادة دي حقنة بتتخذ في جدار البطن، بتساعدك تتحركي بدري وترجعي لنشاطك. 4. معالجة الآثار الجانبية للتخدير. لو حسيتي بغثيان أو رعشة أو حكة، اسألي على أدوية مضادة ليهم، مفيش داعي تستحملي. 5. سكين تو سكين. أول ما تشوفي البيبي وتحضنيه على صدرك الألم بيقل بشكل واضح. ده مش بس مفيد للرضاعة، ده علاج نفسي. 6. التعامل مع الشد والضغط. في غرفة العمليات لو حسيتي بشد جامد ممكن تطلبي مسكن، ممكن كمان تطلبي من الدكتور يخفف الشد. 7. وجود مرافق. لو شخص بيطمنك وجوده مفيد جدا، بس لو هيتوتر الأفضل ما يبقاش موجود. 8. الرعشة بعد الولادة طبيعية بسبب تأثير البنج، بس في دواء ممكن يوقفها، مش بطانية وبس. 9. شنطة الولادة. حطي فيها لبس قطني واسع، هاي ويست علشان الجرح، مخدة صغيرة للضغط على البطن وقت الكحة أو الضحك. 10. الوضعية بعد الولادة. نامي من غير مخدة وحطي مخدة تحت رجلك. ليه؟ علشان تقللي ضغط الهواء على الحجاب الحاجز وتريحي كتفك. الخطوة 11. اشربي قهوة بعد العملية. الكافيين يقلل الصداع ويساعدك تفوقي أسرع. 12. قبل الصيام خدي وجبة خفيفة، ما تبقيش صايمة طول اليوم. أكل خفيف يساعد جسمك يتماسك قبل العملية. 13. خطة دعم نفسي. حد يمشي معاكي، يطبخ، يغير الحفاضات. ما تحمليش نفسك كل حاجة، حتى الأبطال محتاجين فريق. 14. مثلث النجاة. مسكنات، مشي بدري، مياه كتير. 15. طريقة صحيحة للقيام من السرير. لفي على جنبك، رجليكي بره السرير، اقعدي ثم قومي بمساعدة. 16. التنفس العميق. خدي نفس 5 مرات كل ساعة وحركي كعبك كأنك بتسوقي، ده يقلل الجلطات وينشط الدورة الدموية. 17. الأكل بعد الولادة. ابدأي بسوائل، مياه، ينسون، نعناع، ثم شوربة، جيلي، كاستر، بعدين بروتين خفيف، فراخ مسلوقة، بيض، جبنة، تونة، وابدأي تمشي علشان الأمعاء تشتغل. 18. العناية بالجرح. في لزق ضد المياه بتقدري تستحمي بيه، مفيش داعي لتغيير الجرح يومياً، بيتشال بعد أسبوع. 19. حزام البطن. بيدي دعم ويساعدك في الرضاعة، بس لو استخدمتيه كتير ممكن يضعف عضلات البطن ويخلي شكلها أكبر. الحركة 20 في البيت. ما تشيليش تقيل ولا توطي كتير. خلي ظهرك دايما مفروض واستخدمي رجلك في الشيل. 21. شيل البيبي، قربيه من جسمك بدل ما توصلي له وانتي بتوطي، ظهرك وركبك بيساعدوكي. 21. النوم. نامي على جنبك وحطي مخدة بين رجليكي، دي أفضل وضعية للراحة. 23. السواقة. ما تسوقيش قبل 2 أسبوع على الأقل، استني لحد ما تقدري تضغطي فرامل وتنزلي من العربية من غير وجع. 24. التغذية. الأكل بعد الولادة مش رفاهية، خلي أكلك غني بالبروتين، حديد، فيتامين سي، ألياف، واشربي مياه كتير. مزاجك بعد الولادة. أول 2 أسبوع نكد بسيط مقبول. لو دخلتي في حزن شديد أو أفكار سلبية اطلبي المساعدة فوراً. العلاقة الزوجية. بعد 6 أسابيع من الولادة بشرط إن الدم وقف والزوجة مرتاحة. الخلاصة، القيصرية مش خالية من الألم،
لكن الألم يمكن السيطرة عليه بخطة ذكية. لو مشيتي على الخطوات دي هتعدي منها بأقل تعب وتبقي جاهزة ترحبي بالنونو بكل حب وراحة.